ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده هنعمل بقى الفينو بتاع الافران باسهل طريقه، بدون بقى بيض ولا لبن ولا الكلام من ده، وهيطلع معاكم ان شاء الله من اول مره ناجح ان شاء الله. بس لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. انا هنا جايبه هنا بوله، وهنزل بكوبين من الميه الدافيه. تمام، ماشي. عليهم كيس خميره فوريه، تمام. بسم الله. نقلب بس كده بالراحه، وهننزل عليهم بنص كوبايه سكر. تمام، وقلبي بقى لحد ما حبيبات السكر كلها تدوب. هنا دوبناهم. هنا انا محضره كيلو دقيق ونخلاه. هناخد من الكيلو الدقيق 6 معالق من الدقيق اللي انتي معايراه للفينو كده، 3 4 5 ادي ايه 6. تمام، وهنقلب كويس. بصوا بقى، هنسيبها لحد ما تخمر شويه. تمام، قد 10 دقايق لحد بس ما العجينه تشتغل، وهننزل ونرجع نشتغل عليها. بسم الله. بصوا بقى، عملت ازاي كده، تبقى العجينه معانا ناجحه ان شاء الله. ننزل بقى هنا بنص كوبايه زيت. عايزه تحط عليها نص كوبايه سمنه على زيت براحتك. انا بحاول اعمل اي حاجه تكون اقتصاديه، عشان ايه اللي مش عايز يحط ايه سمنه. هنحط ايه معلقه خل ابيض. عايزه اقول لكم ان الخل ده يا جماعه للمعجنات رائع، ما اقول لكمش بجد على جماله. تمام، هنقلب بقى. بصوا بقى، هننزل بقى بالدقيق. بسم الله. هننزل بقى برشة بيكنج باودر. هي ربع معلقة، هي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ايه ملح. تمام كده، كل المقادير يا جماعة خلصت. هنعجن بقى ونلم العجينة، وطبعا لما تحتاجي انك تلمي العجينة مثلا هتزودي لها مية دافية، بس طبعا ايه ما تزوديش غير لما تشوفي العجينة معاكي هتلمي ازاي، برضو على حسب العجين بتاعك. واعملوا حسابكم بتاع الافران ما بيعملش بلبن. تمام، هو بيعمل بمية، بيعمل كل حاجة بمية. انا حطيت لها، كنت فاكرة ان التليفون بيصور، انا حطيت لها نص كوباية مية دافية. تمام، انا لسه ما زودتش مية تاني. تمام، انا بحب اعجن على الرخام. هاتي، انا بحب اكمل عجن على الرخامة بصراحة.
تفضلي بقى ايه تعملي لحد ما العجينه بقى تلم معاكي، تبقى عجينه طريه. بصوا بقى يا جماعه، هي لمت معايا اهي الحمد لله، بقت جميله وناعمه. عايزه تعرفي اذا كانت العجينه معاكي طريه وجميله، ما تعمليش بالايد اللي انت عجنتي بيها، تعملي بالايد اللي ما عجنتيش بيها. بصوا اللي لزقتش في ايديا تبقى كده العجينه تمام. ما تزوديلهاش دقيق يا جماعه علشان ما تبقاش يابسه وتقولي ان الوصفه غلط. تمام. بتعملي الدقيق بص اهي، تكون العجينه معاكي ليها عرق شديد كده عشان العجينه تبقى ثابته معاكي. هنا انا حطيت زيت هدهن العجينه وش وظهر كده. تمام. وهسيبها لحد ما تخمر. بصوا بقى ما شاء الله اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. هنكورها بقى. بصوا بقى اعمل ايه، هنكورها على حسب طبعا انت عايزه تعملي الرغيف الفينو قد ايه. انا هعمل منه كبير وهعمل منه صغير. تمام اهو. خلي ايدك بقى ايه ميزان، عايزه تعمليها في الميزان بتاعك براحتك، بس انا بحاول اعمل زي ما انا قلت لكم باقل الامكانيات. تمام. هكورهم كلهم يا جماعه. انا بقى كورتهم كلهم اهو. عملت طبعا صينيه تانية اهي، هنشيلها على جنب. تمام. احنا مش هنسيبها تخمر، الخمر كله هيبقى في لما يتشكل. بصوا بقى يا جماعه، انا مش هفرد على دقيق. اوعي تعملي كده هتلاقي البتاع بتاعك باظ. تمام. احنا هندهن دهنة زيت. تمام. علشان الفينو بتاعك ما ينشفش معاكي. ودي اول واحده اهي. بصي دي الوش بتاعها، انا هقلبها كده. تمام. نينا بصي افردها بحته حبه زيت كده. ممكن تستخدمي النشابه، بس هي ما شاء الله مش هتحتاج اساسا نشابه. تمام. طبعا انت عايزه تكبريها ممكن نستخدم لها نشابه برضو عشان نظبطها اهو. بسم الله. على فكره البتاع بتاعها سهل جدا واوفر على فكره من بره. تمام اهو. اهو يا جماعه. اخلص بقى الكميه. بصوا انا اخر كام واحده كده حبيت ان انا احشيها. تمام. حطيت لها جبنه، وهنا عملت 3 شرط كده، كام شرطه بالسكينه. تمام. وهقفل. على فكره دي ممكن تعمليها وصفه باتيه برضو او كرواسون، هتنفع معاكي. طبعا بتقفلي من هنا بقى كويس، ومن الجناب هنا مشيها كده بحيث ان هي ايه تظبط معاكي. بصوا اهي. انا دهنه الصينيه دهنه بسيطه خالص. تمام. زيت ممسوحه كده عشان بس ايه تحسبا انها ممكن تلزق منك.
هسيبها لحد ما تنفش خالص، يعني تقريبا هتاخد معاكي من نص ساعة لساعة. احنا نجيب اخرها خالص في الخمر لحد ما تتضاعف حجمها. تمام. طبعا عاملاها على حسب ايه العدلة بتاعتنا. تمام ماشي. هحاول اعملها مستطيلة شوية. تمام. بصي بقى، بتمسكي الطرف ده وتروحي ايه قافلة عليه كده عشان تقفلي الهواء بتاع ال الفينو. دوري بقى، حاولي ما تضغطيش عليها. تمام. واهي تقفلي الجزئية دي. بسم الله. معاكي اكتر من واحدة، اعملي كده، مشيها كده، اقفلي من الناحيتين. ماشية معاكي ايه خطوة بخطوة. تمام. بصوا، هو مش هينشف، مش هيلزق ان شاء الله في الصينية، لكن احنا بندهن دهنة زيت اهي. تمام. ناخد واحدة كمان اهي. ما تفردوش يا جماعة بدقيق، وكل اللي يقول لكم بالدقيق ده بجد بيسوحكم، لان ما ينفعش تفرديه بدقيق. هتلاقي معاكي البتاع نشفت وهيبقى وحشة. انا ده مش اول مرة اعمل الفينو، بس ده انا مش عايزة اعملها، مش عايزة اقص الجزئية دي علشان خاطر تبقوا ايه باينة لكم كل حاجة. تمام اهو. مش عارفة الكاميرا عملت ايه. بصوا بقى، ما شاء الله. بصوا يا جماعة الجمال، اللهم صل على النبي. هي بصي بقى، انا بحب اعمله بلبن. تمام. لكن انا حاليا دلوقتي مش عندي لبن. هل انا اوقف نفسي؟ لا. هنعمل بقى ايه السر بتاع الفران. هما بيعملوا ايه؟ بيعملوها بشوية مية بسكر في بخاخة، لكن انا دلوقتي ما عنديش بخاخة، فانا حطيت المية بسكر في كوباية اهي. وايه، ونعملها. على فكرة النتيجة دي اصلا هما ما بيستخدموش يا جماعة اي نوع البان، هيخسروا. واهم حاجة تعملي بالراحة علشان خاطر متى ايه ده بيبقى مختمر. بس يا حبيبتي بصوا ما شاء الله. بص انا دي عاملاها بتبقى جميلة قوي بصراحة، الشكل ده عجبني قوي، عملته مرة وعجبني. تمام. هنا ايه، عايزة تحط حبة بركة، عايزة تحط سمسم. انا بحب السمسم قوي في الفينو عموما. انا طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180. هتحطيها طبعا على حسب فرنك، يعني شوفيها لو هو عمل من فوق ومن تحت تمام، بس انت تشوفي اللي هو القعر بتاعه. لو لقيتيه اتعمل اللي هو من تحت هنا كده احمر الوقت، يعني احمر اكتر من اللازم، والوش لسه محمرش، تقفلي من تحت وتشغلي من فوق. تمام. اهو انا بقول لكم على كل حاجه علشان محدش يبوظ منه ان شاء الله اي حاجه.
ان شاء الله. على فكرة الفينو ده هينجح معاكم من اول مرة باذن الله. هندخلها بقى على الفرن. تمام يا جماعة، انا طلعته. بصوا بقى الخطوة بتاعة الافران. انا بعمل بنفس المية بتاعة السكر اللي احنا دهنا بيها، نعمله قبل ما اول ما يطلع من الفرن على طول. هو ده السر اللمعان بتاع الفرن اللي بتاع بره اهو. نعمل كده بس ايه، مش كتير، انتوا فاهمين، عشان بس ما يعجنش منك. هو بس ايه، لو عندك بقى بخاخة بتنفع بصراحة. تمام. وهنغطيها. بس يا جماعة الجمال ما شاء الله. هنغطيها بقى. بصوا بقى يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. بصوا الحلويات. بصوا يا جماعة. طبعا انت عمرك ما هتجيبي اصلا رغيف فينو بالحجم ده من بره مش اقل من 4 جنيه ما شاء الله. بص ده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الشكل ده يا جماعة يهبل بجد. بصوا ده بقى. بسم الله. عايزة اقول لك ان انا كمان ده سخن كمان. بصوا يا جماعة الجمال. بصوا الحلويات. بصوا ده بقى انا عاملاها محشية جبنة. بصوا يا جماعة مفرغ من جوه ازاي. بصوا الجبنة. بصوا الحلويات يا جماعة. بصوا اللقمة عاملة ازاي، خطيرة. بصوا الصغير. بصوا بيتفتح من غير، بصوا يعني سكينة. بصوا عاملة ازاي. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.